في كل بيت تقريبا في حكاية شبه الحكاية دي. حكاية تبدأ بحلم صغير قوي جوه طفل صغير محدش بياخد باله منه. في البداية ممكن تكون طفل صغير بيحب الرسم، أي ورقة تقع تحت إيديه يفضل يرسم عليها. طفلة صغننة بتقعد قدام المراية بالساعات تقعد تحكي وكأن في جمهور كبير بيسمعها. طفل بيقعد بالساعات يفك لعبة ويركبها تاني من غير ما يزهق أبدا. طفل يقعد قدام الكمبيوتر يتعلم حاجة ما حدش عمره طلبها منه. في البداية كنا بنبتسم ونقول دي مجرد هوايات أطفال، لكن مع الوقت بتبدأ أصوات تعلى، صوت الدرجات. هتخش ايه؟ مقارنات، شوف ابن عمتك، شوف ابن خالتك، شفتي صاحبتك اخبارها ايه، شايفة هي عارفة مصلحتها ازاي. وغير طبعا الناس اللي بتشوف ان هي عارفة مصلحة ولادنا اكتر مننا. فجأة بيتحول سؤال من انك بتحب ايه ليه ازاي وجبت ايه والاهتمام اللي انت شاطر فيه بقى عامل ايه، لا هتدخل كلية ايه وجبت مجموع كام. الحكاية بتاعت النهاردة او الحكايات بتاعت النهاردة ممكن ان احنا نلخصها في حتة ابني ابنك وما تبنيلوش. جملة كلنا سمعناها. طب يعني ايه؟ فترة كده قابلت راجل محترم جدا جدا، واضح من كلامه ان هو تعب عمره كله عشان يوفر لولاده حياة افضل بكتير من اللي هو عاشها. كان بيتكلم عن ابنه، بيحب ايه، بوفر قد ايه، بحبه قوي وعايز يبقى كل حاجه ملك ايديه وقدامه. طيب قلت له طب انا نفسي اشوف بس يعني ابنك بيحب ايه. قال لي على فكره انا بحب ابني قوي قوي قوي، ونفسي اشوفه اكبر مكانه ممكنه، افضل وظيفه، اعلى دخل. وكانه بيتكلم بحماس شديد جدا، كانه بيرسم مستقبل ابنه قدامه. فسألته سؤال بسيط، هو ابنك نفسه في ايه؟ نفسه يدخل ايه؟ سكت شوية وقال لي يعني ايه؟ قلت له يعني ايه الحاجة اللي بيحب يعملها؟ ايه المجال اللي هو نفسه يشوف نفسه فيه وهيقعد بالساعات طويلة من غير ما يمل فيه ومن غير ما يزهد وهو حابب الموضوع ده؟ فسكت اكتر وقال لي بصراحة معرفش. جملة كانت قصيرة قوي لكن وقعها كبير جدا، لأن الراجل كان حافظ مجموع ابنه، حافظ ترتيب المدرسة، حافظ أسماء الكليات، لكنه مش عارف ابنه أصلا بيحلم إن هو يبقى إيه. بعد فترة قابلت الابن ده نفسه، كان شاب ذكي جميل مهذب، من النوع اللي أي أب بيتمنى ابنه يكون زيه. وبعدين لاحظت حاجة غريبة معاه، إن هو كلامه كأنه بيتكلم عن حياة شخص مش هو، شخص تاني مش حياته. فسألته لو مفيش مجموع، مفيش تنسيق، مفيش ضغط، مفيش خوف من كلام الناس، مفيش مقارنات، كنت هتختار ايه؟ فضل ساكت وقت طويل قوي وهو بيبص لي، وبعدين قال لي جملة عمري ما نسيتها. قال من كتر ما الناس سمعتها وهي بتقول لي اعمل ايه نسيت اسمع نفسي ونسيت انا بحب ايه. وقتها حسيت ان المشكلة الحقيقية مش في الاختيار خالص، مش في الكلية اصلا، ان الولاد كتير جدا عمرهم ما اتعلموا يعرفوا نفسهم ويعرفوا بيحبوا ايه وبيعرفوا هم نفسهم يكملوا في ايه. عمرهم ما سألوا نفسهم انا شاطر في ايه، ايه الحاجة اللي بحبها، ايه الحاجة اللي انا بتميز فيها، ايه الحاجة اللي بتخليني انسى الوقت وانا بعملها، ايه الحاجة لما اتكلم عنها عينيا تلمع من غير ما ياخد بالي. احنا علمنا اولادنا، فهمناهم يحفظوا ازاي، يذاكروا ازاي، يحلوا امتحانات ازاي، لكن قليل جدا لما علمناهم يكتشفوا نفسهم ازاي. قليل جدا لما قعدنا معاهم نسألهم أحلامهم الحقيقية تبقى ايه. وقليل جدا لما فهمنا ان كل طفل مختلف، وان ربنا خلق لكل واحد فينا بصمة مختلفة عن التاني وطريق مختلف. من كام شهر بقى قابلت بنوتة في آخر ثانوية عامة. بالمناسبة احنا في موسم الثانوية العامة وموسم كمان مدارس الانترناشونال. لقيتها بتتكلم مع الناس وعمالة تقول الكليات والمجاميع والتنسيق وبتتكلم بحماس، كأن مستقبلها كله بيتحدد في أيام قليلة وامتحانات ومجموع. سألتها بتحبي إيه؟ قالت لي يعني إيه بحب إيه؟ معرفش، لو الدنيا كلها مفتوحة قدامك ومفيش حد هيحكم عليكي هتختاري تعملي إيه؟ سكتت هي كمان. ساعتها بقى اكتشفت إن أخطر حاجة ممكن تحصل للإنسان مش إنه يختار اختيار غلط، لا،
اخطر حاجه انه يوصل لمرحله انه مش عارف اصلا يختار، مش عارف نفسه ايه، مش عارف نقاط قوته ايه، مش عارف ايه اللي يميزه عن اي حد غيره. والحقيقه ان ناس كتير بتدخل كليات كبيره وبتحصل على مجموعات كبيره وشهادات كبيره وممكن ماستر ودكتوراه كمان، وتحقق نجاحات الناس بتشوفها عظيمه جدا، لكن لما بيقعدوا مع نفسهم وجواهم احساس غريب قوي بالنقص، لانهم مكان مش شبههم. هو انا بعمل ايه هنا؟ هو ده طريقي؟ هو ده اللي انا اخترته؟ طب انا ممكن ان انا اخترت الاختيار ده خوف، ارضاء للناس، تنفيذ لحلم قديم لشخص ثاني. وطبعا معظمنا بيكون الابهات او الامهات بيحققوا حلمهم اللي هم ما عرفوش يحلموه في اولادهم، او استخسار للمجموعه. في المقابل بقى في ناس كتير بدأت طريق واكتشافات بعد سنوات كبيرة، يمكن بعد الثلاثينات والأربعينات وممكن بعد الخمسينات كمان. بعد السنوات دي كلها قلبها حس إن هو المفروض يكون طريق تاني. بعد ما درس هندسة مثلا اكتشف نفسه في التصوير. واحدة كده صيدلانية نجحت وبقت صيدلانية كبيرة بعد المجهود ده كله، وبعدين لقت نفسها في التدريب والكوتشنج. واحد اتخرج من كلية، أي كلية هو دخلها، لكن بنى حياته كلها في مجال مختلف تماما، اللي احنا بنقول عليه كارير شيفت أو شيفت كارير. عشان كده أنا مؤمنة جدا إن الجامعة مرحلة مهمة جدا، لكن مش هي نهاية الحكاية. هي خطوة من خطوات كتير، في محطة من محطات ورحلات طويلة قوي، لكنها مش حكم نهائي على مستقبل إنسان. لأن الإنسان في أي وقت ممكن هو يغير، ينضج، يتعلم، يكتشف نفسه طول الوقت. الأهم من السؤال بتاع ابني يدخل كلية إيه؟ كلية مجموعها إيه؟ السؤال تاني أعمق بكتير قوي. ابني مين؟ شخصيته إيه؟ مواهبه إيه؟ نقاط قوته إيه؟ إيه الحاجات اللي بتديله طاقة وإيه الحاجات اللي بتسحب منه الطاقة؟ إزاي أساعده يشوف نفسه قبل ما يشوف الكلية؟ ويمكن في ناس كتير بتتفرج علينا دلوقتي وممكن مش سن الجامعة أصلا، أو سن الأصغر مثلا داخل على الثانوية العامة، خصوصا الناس اللي خلاص كبرت بعد ال40، بعد السن. طب ما فيش حاجة اسمها كبرت طبعا يعني، بس نضجت بعد ال30، بعد ال40، بعد ال50، وقعد يسأل نفسه نفس السؤال: أنا فعلا مكاني صح؟ ولا أنا كملت في طريق بدأته من زمان ماشي فيه لأن الرجوع بقى مخيف؟ عشان كده حلقتنا النهارده مش عشان الكليات وبس، ولا عشان الوظائف وبس. حلقتنا عن معرفة النفس، عن حكاية جوانا، حكايات كتير جوانا، عن اكتشاف القدرات، عن الفرق ما بين صوتنا الحقيقي وصوت الناس اللي حوالينا، عن الشجاعة اللي محتاجينها عشان نمشي في طريق يشبهنا، وعن الأهل اللي بيحبوا ولادهم لدرجة إن أحيانا من غير قصد بيختاروا لهم حياتهم وبيرسموها كلها. بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم عن إزاي نكتشف مواهبنا، مواهب أولادنا، إزاي نساعدهم يختاروا مستقبلهم، وإزاي نعرف الفرق بين الشغف الحقيقي والاختيار المؤقت، وإزاي الشخص اللي اكتشف متأخر إنه في طريق الغلط يقدر يبدأ من جديد. لأن أحيانا أكبر نجاح في حياة الإنسان مش إنه يوصل بسرعة، لكن يعرف هو رايح فين أصلا، ويسمع لحكاياته اللي جواه. استنونا بعد الفاصل إن شاء الله في حكاية جواك. استنونا. أهلا بكم من جديد. ويمكن زي ما اتكلمنا قبل الفاصل، فإن أصعب سؤال ممكن يواجه أي إنسان مش هدخل كلية إيه ولا هشتغل إيه. أصعب سؤال أنا مين؟ إيه الحاجات اللي ربنا ميزني بيها؟ وإزاي أعرف الطريق اللي يشبهني فعلا؟ وهل دوري كأب أو كأم إني أختار لولادي وأرسم لهم الطريق، ولا أساعدهم يكتشفوا طريقهم؟ وهل فعلا قرار الجامعة هو القرار اللي بيحدد مستقبل الإنسان كله، ولا مجرد محطة من محطات كتير قوي طويلة قوي؟ وعلشان نجاوب على الأسئلة دي يسعدني جدا يكون معايا ضيفة عزيزة عليا قوي ومتخصصة في واحد من أهم الملفات اللي نشتغل عليها كل بيت وكل أسرة، خصوصا في الوقت ده. برحب جدا بالكوتش نور عودة، كوتش أسري وتربوي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وكارير كوتش واخصائي تعديل سلوك من جامعه عين شمس، وكارير مرشده طلابيه باحدى المدارس الانترناشونال، ومتخصصه في مساعده الشباب على اكتشاف قدراتهم واختيار مساراتهم المهنيه والتعليميه طبعا. اهلا وسهلا بيكي، عامله ايه؟
الحمد لله يا نورتيني. كوتش جيرمين، الحمد سعيده لله. جدا جدا ان انت معانا النهارده. وانا كمان قوي متشرفه ان انا معاكي النهارده ان شاء الله، ونعمل حلقه كويسه تفيد بيها الناس كلها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. تيجي نبدا باول سؤال. يلا بينا. هو مش سؤال قوي، هو بس بنكون ايه، احنا بس عايزين نعرف اذا كان فعلا انا من حقي كأب او كأم ان انا ارسم مستقبل ولادي، وايه الميزه اللي ممكن ان هي تميز الولاد دي واعرف امسكها فيها. السؤال ده حلو قوي. حق ولا مش حق؟ خلينا نتكلم اكتر ان الولاد انا عايز اعرف هي بتعرف تعمل ايه، لان انا ممكن ارسم الطريق واسهل كل حاجه والولاد تعطل، سواء انا موجود او مش موجود هو مش هيعرف يكمل. فمهم قوي اكتر من ان انا ارسم الطريق ان اخليه هو يكتشف الطريق بتاعه، وانا ابقى ماسك ايده وبعمل الجايد بتاعي وكل حاجه، بس مهم قوي ابقى فاهم وعارف هو بيعرف يعمل ايه احسن حاجه. ده يعني ده يمكن قوي مع جمله ابني ابنك وما تبنيلوش، صح كده؟ صح جدا. حلو قوي. جدا جدا جدا، دي حقيقه. يعني احنا بنحب دايما نحطهم على الطريق وهم يمشوا، لكن بلاش ابقى انا بحط على الطريق وراسم الطريق ومخلص الطريق، فده مش بيديله فرصه ان هو يظهر ويكتشف نفسه، وممكن يكون هو انجح بكتير من الطريق اللي الاب والام راسمين. طيب اكتشف ميزته ازاي؟ ده سؤال طويل جدا جدا جدا. دلوقتي الموضوع مختلف خالص عن زمان. زمان يمكن ما كناش نعرف نوصل للإجابة دي غير بالتجربة العملية، لكن دلوقتي بقى فيه ساينس وعلم كبير في الحتة دي، ان انا ازاي اكتشف مميزات ابني وقدراته. بيبقى فيه تستات بتتعمل كتيرة قوي، اشهر واحد على الاطلاق هو جالوب تيست، ده للسترينث تيست للولاد. يعني ايه سترينث تيست؟ يعني نقاط القوة بتاعته، هو مميز في ايه، شاطر في ايه. ربنا خلق كل واحد فينا عنده حتة معينة جفت هو اللي بيقدر ينطلق منها ويظهر فيها، ففي تيست بيقدر يساعدنا ان احنا نوصل للحتة دي بمنتهى السهولة. لان دايما بقول وارد قوي يكون ابني بيحب حاجة ومتمسك بيها بس هو مش شاطر فيها. ممكن اكون بحب اساعد الناس واتكلم معاهم بس صوتي مسرسع، فانا محتاج اعرف انا شاطر في ايه وكويس في ايه. طب انا لو شاطر او كويس في الحته دي لكن ما عنديش المؤهلات اللي انا ممكن ان انا اعملها، ممكن بقى بالتدريب انا اخد نقطه القوه دي وادربها في الولد ده فيبقى حاجه جامده. هايله هايله. هنيجي هنا للحته بتاعت الفرق ما بين الموهبه والمهاره. ايوه، والشغف كمان بقى حطيها معايا. ايوه ماشي، حلو جدا. الموهبه زي ما قلنا دي حاجه ربنا خلقها فينا، احنا لسه مش عارفينها هي ايه، ودي حاجه موجوده واحنا عايزين ننميها زي ما حضرتك بتقولي. المهاره دي اللي انا ممكن اكتسبها، يعني مثلا بما ان انا اساسا دكتوره اسنان، انا ممكن اكتسب مهاره الاسنان، اتعلم. السؤال ده كان لسه هساله لك حالا. أيوة. في الكارير كوتش بقى وفي الشيفت كارير ده لسه هنيجي للقصه بالظبط كده الطويله دي. فمهاره الاسنان انا ممكن اتعلمها، لكن انا موهوبه او شاطره فيها ولا لا، ايدي خفيفه ولا لا، بعرف اخلص بسرعه وعلى طول ولا لا، كل دي تبقى موهبه. فلازم دايما وانا بتعامل مع ولادي ابقى فاهم الفرق ما بين الموهبه والمهاره. الموهبه هي حاجه موجوده واحنا لسه هنكتشفها، المهاره لا، ممكن يكتسبها ويقدر يتعامل بيها على طول. الشغف بقى هي الحاجه اللي هكمل بيها في الاثنين، يعني سواء انا موهوبه او عندي مهاره كويسه او حرفيه في حته معينه، لو انا عندي شغف وحب بالموضوع هقدر اكمل سواء بالموهبه او بالمهاره. طيب من خلال شغلك ككارير كوتش قابلتي ولاد لما سالتيهم قلت لهم انتوا حابين ايه؟ طب انتوا داخلين الكليه دي ليه؟ كانت اجابتهم ان هم عارفين هم داخلين ليه؟ لان انا قابلت ناس كتير قوي كلهم بيقولوا، وفي جروبات كتير قوي امهات بتسالني اسئله كتير قوي، هو ادخل خصوصا في الانترناشونال عشان بيبقى عندهم ما عندهمش علمي وادبي وعلمي علوم، مفيش منهج واضح، هم اللي بيختاروا. ادخل بنتي طب ولا هندسه؟ ها؟ طب هي عايزه ايه؟ ما عندهاش شغف، عندهم الاثنين زي بعض، تديهم ايه؟ لا ده انا اديهم حاجات كتير. عايزه اقول لك المفاجاه ان احنا ساعات بنعمل معارض للولاد وكده عشان نعرفهم بالكليات ويدخلوا ايه. المفاجاه ان ساعات الاهالي بتيجي من غير ابنها او بنتها اصلا. يعني انا ما بشوفش الابن والبنت ده شكله ايه، مش بيحب ايه وعايز ايه، لا انا ساعات ما بشوفوش. الاهل بيجوا هم بيلعبوا دور المنقذ
واحنا اللي فاهمين واحنا اللي شايفين واحنا اللي في الحياه العمليه وبنشتغل بالفعل، فبيبقوا جايين ومنتهى الثقه احنا هنبقى عارفين ابني او بنتي عايزين ايه. فلما يجوا يسالوني سؤال زي اللي حضرتك بتقوليه ده، ان انا عايزه ادخلها، احنا هنا بنتكلم على الولاد، ما ينفعش اتعامل معاهم كانهم اوبجكت او حاجه مصمطه موجوده بشيلها واحركها واحطها. انا مش هحطها في حته حلوه فايفنشولي هتبقى حلوه، او احطها في حته مش قد كده، فلا خالص. الولد ده ممكن يتحط في بيئه كويسه جدا وفيها كل عناصر النجاح، بس للاسف ما ينجحش. مش وده بتاعته، اللي بنشوفه مش كتير طريقه. جدا. مش طريقه، مش بتاعتي، مش حتتي. مع ان كل عناصر الموجود مالتي ناشونال كومباني، السالري كويس قوي، الكوميونتي اللي موجود لطيف، بس الولد مش حاسس نفسه، مش دي الحاجه اللي بيقدر يعملها مظبوط. فمهم قوي لما اي اهل بيجي يسالوني نور ادخل ده ولا ده، اول حاجه انا محتاجه اشوف الابن او البنت، محتاجه اتكلم معاه. تفتكري هم رايحين لوحدهم ليه؟ ليه مش معاهم ولادهم؟ الولاد هم اللي مش حابين كده او مش في دماغهم كده، ولا هم شايفين ان هم لازم يشوفوا مستقبل ولادهم يبقى عامل ازاي زي ما هم راسمينه ومتخيلينه؟ برافو عليكي. عايزه اقول لك ان هي الحتتين، الولاد اعتمدوا خلاص ان بابا وماما هيتصرفوا، هم هيروحوا ويجيبوا المعلومات ويخلصوا وانا تجيلي المعلومات جاهزه واعرف. فده جزء منها على الولاد ان هم اتعودوا على كده خلاص، وجزء منها على الاهالي زي ما بقول لحضرتك ان هم اتعودوا يلعبوا دور المنقذ. لا لا، هو لسه صغير، يفهم ايه ده 17 18 سنه، يفهم ايه عشان يختار مستقبله وحياته كلها. وانا طبعا عندي اعتراض على حياته كلها دي. فهو لا، مش هيعرف يختار، مش هيعرف يشوف احسن حاجه ايه، فانا هشوف له. فدايما بيلعبوا الحته دي، فهي عند الاثنين، عند الولاد وعند الاهل. طب تفتكري بقى لو خدنا من الحته دي كده، لما هم بيستخسروا المجموع مثلا، او شايفين ان كليات معينه هي اللي المفروض ان احنا نخشها عشان هي كليات قمه، ولا عشان شايفين ان عشان ابن عمتها ولا ابن خالتها انت هتخش ايه ده، انت تخش مثلا فنون جميله، انت ازاي تعمل حاجه زي كده، انت تخش طب زي ابن عمتك مثلا، ايه ده انت هتخش. الفكره دي استخسار مجموع، ولا شايفين ان هي دي كليات القمه، وايه تعريف اصلا كليات القمه؟ بصي يا دكتور جيرمين، هتدخليني في حته تقيله، لان يصعب عليا ان احنا في 2026 ولسه بنقول كليات قمه، او هم الفئتين او الثلاثه دول هم اللي احسن حاجه واكتر حاجه في المجتمع. عايزه اقول لحضرتك لو نزلتي المجال اللي فيه العمل بقى عمليا كده، وتشوفي الفئات دي شكلها عامل ازاي ومرتباتها عامل ازاي وحقوقها فين، هتحسي لا ازاي في جاب كبير قوي ما بين الاسم بتاع كليات قمه وما بين سوق العمل فعلا، ان هم مش واخدين حقهم كالتايتل بتاعهم هي كليات قمه. فانا بعترض شويه على كليات القمه دي، ما بحبهاش. ما ان لحد يومنا هذا بتيجي الاهالي تقول لي انا مستخسره المجموع. برافو عليكي، الجمله دي بسمعها كتير قوي، كاننا معانا شويه ذهب او فلوس او حاجه نستثمر فيها كمجموع. بالظبط بالظبط بالظبط. فهي الفكره ان الشغل او المهنه او الحاجه اللي انا هشتغلها بعيدا تماما على مجموعي كام وانا كليه ايه. حتى الشغل دايما منفصل عن الجامعه وعن المجموع والدرجات. يعني انا الولاد دايما بتقيم نفسها بالدرجات. انا مقفل البيولوجي، انا مقفل الماس. تهيألي مش هم اللي بيقيموا نفسهم، الاهل هم اللي بيقيموا. هم بيشوفوا نفسهم بالنضاره بتاعه الاهل. هو يا عيني وصل له في البيت ايه، هو ما حدش بيقول له انت مميز قوي في التفاصيل، انت بتعرف تسالني اسئله كتير فانت شاطر في الحته دي. لا، ما حدش بيلقط اللقطه، هو كله لاقط ان هو بيقفل الساينس، بيقفل الماس، مش لاقط الحاجات فعلا اللي هي تبقى مميزه فيه. طيب تفتكري ان الدرجات بس هي المحدده اذا كان الطفل ده موهوب في ده او لا؟ يعني مثلا انا بشوف مثلا اطفال بتكون شاطره جدا جدا لكن درجاتها ضعيفه، فيقول لك لا ده محتاج ان هو دروس مش عارفه في ايه، ده محتاج تقويه مش عارفه في ايه، مع ان ممكن مثلا درجه الماس مثلا تكون عاليه ودرجه مثلا العربي تكون قليله مثلا يعني. فايه هو متميز في الماس، بس احنا كمدرسه واحنا كاولياء امور احنا ما بنشوفش ان هو متميز في الماس، احنا بنشوف انه ضعيف في العربي. صح. تفتكري درجات بس هي اللي ممكن ان انا اقول الولد ده متميز او لا؟ لا خالص. وبحكم شغلي في المدرسه، انا بقالي اكتر من سنه في المدرسه، داخله على سنتين، بشوف الكلام ده كتير جدا، ان يجي نقيم الولد اللي قدامي بالدرجات. درجاته عاليه يبقى هو ولد شاطر وكويس وحياته صحيه، درجاته قليله لا الولد ده مشكله، ده انا عندي مصيبه في البيت، انا اعمل ايه؟ طب اجيب له دروس، طب اخد له اجيب له حد اونلاين،
والناس او اولياء الامور بتبقى يعني رابطه الدرجات جدا 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 بالموهبه او مهارات الطفل، وللاسف على ارض الواقع مش دي الحقيقه. لان وارد جدا ابقى طفل مقفل الدرجات ودرجاتي حلوه، بس انا مش اجتماعي، ما عنديش حياه اجتماعيه، ما بعرفش اتواصل مع الناس، ما اعرفش اتكلم. او مثلا من غير قطع كلامك، ان هو انا شايف ان اهلي بقوا مبسوطين جدا مني، وان انا متميز قوي في حته ان انا درجاتي عاليه، فانا شلت كل حاجه اجتماعيه وبقيت بركز في ده عشان انا اهلي يكونوا مبسوطين مني. هايله، بياخد قيمته من الدرجات. بالظبط. هايله يا دكتور جيرمين، حطيتي ايدك على نقطه فظيعه، ان انا ابني او بنتي بياخد قيمته بالدرجات. هو لو جايب درجات كويسه انا هحطه واوديه رحلات وهعمل معاه كل حاجه، لو مش جايب درجات كويسه انا هحطه في النوتي كورنر، هحطه في حته لا يعني، وارفع سماعه التليفون بقى على مامتي، وشفتي ابني وشفتي الخيبه اللي انا فيها، ده انا ما كنتش كده، ايه اللي حصل ومش ايه اللي حصل، وابتدي احس ان انا في مشكله. في حقيقه الامر انا مش في مشكله، لان هي الدرجات دي حاجه بتعملها المدرسه عشان الامتحانات. انا بقيم تقييم امتحانات عشان ورق، عشان بس البروسيس التعليميه تمشي، عشان اتنقل من درجه لدرجه بالظبط. خليني بقى اخد حته من عندك انت. وانا بقرا الكلام لقيتك دكتوره اسنان. يعني انت شلتي الاسنان خالص تقريبا دلوقتي، او حتى ممكن تكوني ركناها شويه واشتغلتي في الكوتشنج، كارير كوتشنج. ده بقى يخليني امسك في موضوع الشيفت كارير، وبسرعه كده ندي فكره الشيفت كارير اللي انا عملتها، ان انا يعني استنيت ودرست وبعدين في الاخر لقيت ان انا شغفي في ده، فده حته قوي يعني جامده قوي معانا في الحته بتاعت البرنامج. وكمان ادي في الاخر خالص بقى ادي لاولياء الامور كام تبايه كده علشان ان هم يبصوا لاولادهم ازاي ويتعاملوا معاهم ازاي في الحته بتاعت الانتقال من الثانوي للجامعه وللشغل. حلو قوي، حلو قوي. بصي، ده من اكبر الدوافع اللي دخلتني في الكارير كوتشنج، القصه اللي حصلت معايا. لان انا حقيقي انا دخلت اسنان ومتخرجه من اسنان وبشتغل فيها بقالي 10 سنين. بشتغل مع بيشنتس اجانب وخلايجه وكل انواع البيشنتس اللي نحبها، وفعلا كنت بحبها وكنت شاطره فيها. بس حصل لي ظروف اجتماعيه، جيت حملت وخلفت، فقعدت شويه. فلما قعدت حسيت ان انا عايزه ادرس حاجه ليها علاقه بالعلوم الانسانيه والمنتل هيلث والعلوم النفسيه كلها. فدرست شويه لقيت نفسي بتشد قوي للحته دي، مركزه قوي، وما عنديش مشكله ارجع ادرس تاني وارجع اذاكر تاني وارجع اعمل مشاريع. لقيت شغفك؟ لقيت شغفي جدا 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 جدا، وبقيت حابه الموضوع قوي. قلت طيب انا خلاص هبدا كده واشوف. عايزه اقول لك يا دكتور ان انا بدات كده بدايه بسيطه جدا على قدي. سبحان الله، فجاه ربنا كرم بخطوه ورا خطوه ورا خطوه. جت خطوه المدرسه كانت مهمه جدا. لما اتعاملت مع الولاد دلوقتي وتعاملت مع الاهالي، انا كان نفسي اقول لهم ركزوا مع الولاد وحياتهم ومهاراتهم. التعليم مهم والدرجات مهمه، بس مش هي اهم حاجه. مميزاتهم فين؟ شفتي عينيكي لمعت ازاي وانت بتتكلمي عن الحته دي؟ جدا جدا جدا، لان حقيقي ده حصل معايا انا شخصيا، ان انا كنت في مجال مرموق بالنسبه للمجتمع وبوزيشن لطيف، بس حقيقي انا يعني اعتبر نفسي نجحت اكتر ولمعت اكتر في الكوتشنج لما ابتديت اتعامل مع الولاد ومع الاهالي ومع الناس، بان انا فاهماهم. انت مش مجرد ورقه او مجرد حاجه هحط عليك ليبل وخلاص، لا، انا بجو ديبر في الانسان. انا بفهم هو تطلعاته ايه، هو عايز ايه، هو شاطر في ايه الحاجه المميزه فيه. طبعا احنا للاسف الشديد الحلقه بتاعتنا خلصت وبسرعه زياده عن اللزوم، وزي ما كوتش نور قالت، شوفوا مميزات ابنكم مش درجاته، شوفوا هو عايز ايه، مش انتوا عايزين تحققوا حلمكم في ايه. نورتيني. شكرا جدا يا دكتور جيمي. جيمي. في الحلقه الجديده من حكايه جوانا.